بعدها بكام يوم صاحبتي دي كلمتني وقالت لي حاجة في منتهى الغرابة والرعب. القصة اللي معانا لسيدة اسمها أم خالد، والسيدة دي كانت بتعمل كقابلة، والقابلة هي السيدة اللي بتقوم بتوليد النساء، أو كما تسمى في اللغة العامية المصرية الداية. أم خالد بتقول إنها اكتسبت سمعة كبيرة في القرية بتاعتها، وهي قرية من قرى محافظة اسمها محافظة تعز موجودة في المملكة العربية السعودية. كان عندها عيادة متواضعة بجانب منزلها، وكان موجود في العيادة غرفة للتوليد وغرفة للاستراحة، وموجود كمان بالعيادة صيدلية بسيطة بتحتوي على الأدوية والمستلزمات اللي بتحتاجها في شغلها. العيادة كانت جنب بيتها على طول، وأم خالد كانت بتجيب معاها أولادها العيادة علشان تاخد بالها منهم لأنهم كانوا لسه أطفال صغيرين. في سنة 2014 اتصل بيها طبيب هي كانت بتعرفه كويس، وقال لها يا أم خالد في حالة لسيدة حامل وعلى وشك الولادة، وعاوز أبعتها عندك علشان تقومي بعملية الولادة، لأن أم خالد زي ما قلنا إنها كانت معروفة وعندها سمعة طيبة في محيط حي تعز والقرى المجاورة ليه. وبالفعل جات السيدة دي عند أم خالد وجمعها خالها، وجمعهم كمان 2 من السيدات، واحدة فيهم كانت أختها، أما التانية فكانت زوجة والدها. السيدة دي كانت طويلة وجسمها عريض، هي كانت بكرية ودي أول ولادة ليها، بس أم خالد بتقول إنها كانت كبيرة في السن، يعني ممكن تكون عدت 30 سنة. بتقول أم خالد إن الناس دول أول ما جم عندي العيادة جسمي أشعر وحسيت بخوف شديد. السيدة دي كان شكلها بيتغير كل شوية، وكانت نظراتها ليا غريبة وحادة. أما أختها فكانت منتقبة، بس لما كشفت عن وشها برضو كان غريب، كانت حاطة الروج على شفايفها بطريقة ملفتة، وحاطة على خدودها من نفس الروج اللي على شفايفها، حتى الكحل حطاه بطريقة غريبة، يعني شكلها كان بيشبه البهلوانات. وبتقول أم خالد إنها لما جت تكشف على السيدة الحامل وتفحصها على سرير الولادة، السيدة دي كانت بتضربها برجلها في بطنها بقوة، وكانت كأنها بتتخانق معاها. بتقول كنت بحس إن رجليها مش رجلين بني آدمين عاديين، كأنها رجلين فيل من كتر القوة اللي هي كانت بتضربني بيها. ولما بصيت على وشها لقيت ان وشها شاحب، وبخبرتي ادركت انها محتاجة لمحلول مغذي، وبالفعل جبت لها محلول جلوكوز من الصيدلية الموجودة بالعيادة وركبته لها في ايدها، بس هي كانت بتطلع المحلول من ايدها وبتكسره، وفي كل مرة كنت بركب لها فيتامينات او محلول كانت بتشده من ايدها وبتفضل تكسره، لدرجة اني جبت لها المحلول 11 مرة وكانت كل مرة بتكسره. والشيء العجيب انها كانت بتطلب مية كتير جدا، كان كل مرة بجيب لها دورق كبير مليان مية تشربه، وبعد ربع ساعة كانت بتطلب واحد تاني. بعدها احتاجت دورة المياه، قلت لها اتفضلي دورة المياه اللي في العيادة هنا. قالت لي لا، انا مش عاوزة دورة المياه اللي في العيادة، انا عاوزة اروح دورة المياه اللي موجودة في بيتك. انا استغربت جدا من طلبها ده، ومع ذلك قلت لها اتفضلي ووديتها دورة المياه اللي موجودة في بيتي. اول ما دخلت دورة المياه عندي كان عندها تسريب، فضلت تنزل منها مية وغرقت الارض كلها. بعدين رجعنا للعيادة، الست دي كان شكلها مرعب وشكلها كل شوية بيتغير، بس هم كانوا مسلمين، لاني كنت بسمع اللي موجودين معاها كانوا كل شوية بيقولوا لها اذكري الله ووحدي الله. انا كنت خايفة منهم جدا، والست دي كانت كل لما اجي افحصها كانت بتعمل شيء غريب، كانت بترفع نفسها عن السرير يمكن نص متر وبتنزل بشكل مفاجئ كذا مرة. كانت بتعمل الحركة دي كذا مرة، وانا كنت في كل مرة بنبهها يا اختي كده خطر على الجنين، بس هي ما كانتش بتهتم بكلامي خالص، لدرجة ان السرير اللي كانت نايمة عليه اتنى تحتها من شدة ارتفاعها وسقوطها عليه. انا كان نفسي اسألهم هم انس ولا جن، بس انا كنت مرعوبة منهم. كنت بكتفي اني بدردش مع اختها وزوجة والدها، وبسألها عن عنوانهم وعن بلدهم وعن اصلهم وفصلهم. عيالي كان اول مرة اشوفهم بالشكل ده، كانوا موجودين معانا في الغرفة ومرعوبين، قاعدين ما بيتكلموش خالص، بيبصوا بس بعينيهم عليهم وساكتين. فضلت احكي ودردش معاهم لانهم قعدوا فترة كبيرة عندي، قعدوا يعني من المغرب كده لحد الفجر. كنت بسألهم انتوا من فين، قالولي على اسم قريتهم. القرية دي كانت مرتفعة على الجبال، والبيوت هناك كانت صغيرة جدا وموجودة في مرتفعات. انا كنت اعرف ناس من هناك، وعندي مجموعة من صحباتي ساكنين في نفس القرية. بعدين قلت لهم ان في تعثر في الولادة واخاف انه يحصل لها انفجار في الرحم. قلت لهم انا هعمل لكم تحويل للمستشفى، وروحوا للمستشفى اللي موجودة في المدينة. انا كنت مرعوبة منهم وعاوزة اتخلص منهم باي طريقة،
كنت حاسة ان في شيء غريب بيحصل. خالها قال لي: يا ام خالد، انت معروفة والناس بتشكر في مهارتك، انت ليه مش عاوزة تولدي بنتين عندك؟ قلت له: والله يا عم وضعها صعب وفي تعثر شديد في الولادة. قال لي: طيب عاوزة كام فلوس؟ قلت له: لا ملوش لزوم، مع اني كنت مركبة لها المحلول 11 مرة، ومبلغ العلاج كلفني ما يقرب من 500 ريال، بس انا كنت عاوزة اتخلص منهم وعاوزاهم يمشوا بسرعة. خالها اعطاني الفلوس. انا كنت خايفة اني اقرب من الفلوس دي وشلتهم عندي في الدولاب لمدة 4 شهور. هما وكانوا طالعين من عندي، الست اللي كانت حامل بصت لي بصة غريبة كأنها كانت بتهددني وبتتوعدني. بعد الواقعة دي بكام يوم أنا كلمت واحدة من صحباتي اللي كانوا ساكنين في نفس القرية بتاعتهم، وفضلت أسألها عليهم وقلت لها أساميهم وعناوينهم. صاحبتي دي قالت لي: سيبيني يومين وأنا هسأل عليهم وارد عليكي. بعدها بكام يوم صاحبتي دي كلمتني وقالت لي حاجة في منتهى الغرابة والرعب. قالت لي: الناس اللي انتي اديتيني أسمائهم دول ناس ميتين من 3 أجيال، يعني الأسماء دي أسماء ناس توفت والموجودين دلوقتي وعايشين هم أحفادهم. قالت لي: معقول تكوني اتلخبطتي أو غلطتي في الأسماء؟ قلت لها: لا، أنا ما غلطتش في الأسماء، أنا اديتلك الأسماء اللي هم قالوها لي بالظبط. انا بصراحة مش عارفة اللي جولي دول انس ولا جن، بس شكلهم وهيئتهم ما كانتش طبيعية ابدا. معقول يكون دول القرينة للناس اللي توفت؟ لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تعرفوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.